هذه أوسخ 3 أفلام في رمضان، ومش عارف كيف الناس قاعدين يشوفوهم يا جماعة، فانتبهوا. انتبهوا، راح أقول لكم إيش هاي الأفلام وإيش قصتها عشان تنتبهوا منها، ما ألاقي حدا راح صار يحضرها. أول فيلم يا جماعة The Human Centipede، اللي هي حريش الإنسان. هذا يا جماعة عالم مجنون، تعرف شو بيعمل؟ بيجيب بشر حقيقيين بيخطفهم، بعدين بحاول يسوي منهم دودة M44. تعرفوها هاي الدودة M44 بتكون طويلة، بحاول ايش يربطهم ببعض ويسوي منهم حريش او دودة، ولكن بالبشر. هذا الفيلم كثير اخذ انتقادات، والناس قاعد تنشر فيه برمضان. مش عارف ليش قاعدين بنشروه برمضان وصار ترند والكل قاعد بيحكي عنه. تاني فيلم يا جماعة ذا سيربيان فيلم. هذا الفيلم انمنع بكثير دول، انمنع كثير يعني بالدول الأجنبية، لأنه بيحكي عن مواضيع حساسة جدا بتخص الأجانب، فصار في مشاكل كثير عن هذا الفيلم، وأثار الجدل الصراحة بسبب المحتوى الموجود فيه، فما تحضره، نصيحة مني. وهو فيلم غريب جدا، يعني أنا لما حضرته عدته مرتين ثلاثة أفهم شو قصته هذا، ليش هيك قاعدين يقدموا هذا الإشي على هذا الفيلم، ولكن انصدمت منه. وآخر إشي اللي هو اسم سويس مان. سويس مان يا جماعة، هذا قصته قصة إنسان مريض بصاحب جثة، بجيب جثة وبصاحبها. بس قبل ما أكمل تابعوني، أهم شي تابعوني واعمل لايك واكتبوا لي بالتعليقات راح تحضروهم أو لا، سوي له فولو. المهم هذا الشخص بصاحب جثة وبصيروا أصحاب ويحكي معها ويطلع معها ويعيش كأنها صديقته هاي الجثة. كل ما يمل من جثة برميها وبجيب جثة ثانية. فعجيب غريب، وانتشروا ترى كل هاي الأفلام. ليش حكيت لكم برمضان؟ لأنها انتشرت برمضان هذا وطلع ترند كل مكان، فانتبهوا منهم، ما تنسوا تتابعوني.